حبيبي يا سلام، 120 فدان مزرعة ما لهاش حل يا باشا. انت تفضل وشوف، تعال سريع سريع كده عشان بص تشوف كل حاجة حلوة. شايف السكنات اللي فيها؟ مسجد، روقان. تعال لي هنا، 120 فدان قسماهم طريق بالنص 60 و60 تمام، منهم للمدق على طول جاي الا جاي، فيهم السكنات زي ما قلت لك وفيهم الجامع. طيب نسحب كده عشان في ليمون هنا. تعال، ده نخل مجدولي، ده مشمش، ده ليمون. فيها خيرات الله، والله فيها خيرات الله. الفاتك العرض ده يا غالي ما تدورش تاني، فيها خيرات الله. ليمون ومشمش ونخيل ومانجا ومنجي. ايه ما تتكلم معايا يا استاذ احمد. طيب الارض دي كل 20 فدان قطع على بعضيهم، السكك محوطاهم. ايوه 60 و60. أيوة. الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده قسمهم نصين. الجنب ده في 60 من اول هناك كده من عند المخازن وانت جاي لما هنا، والجنب ده النخيل شغال، والجنب ده في 60 برضو من الاول من هناك وانت جاي. الليمون ده الليمون. في طريق فاصله بينها ما بين البيت المشطب اللي هناك، يعني الثانيه دي مزرعه، ففي طريق فاصله بينهم ما بين بعض. الارض متقسمه عشرينات. ايوه 3 عشرينات على اليمين و3 عشرينات على الشمال، واحنا ماشيين في النص كده. ايوه كل 20 الطريق لافف حواليهم من بره بالكامل. تمام صح كده؟ ايوه. تعال عاد نسحب كده. طيب صلي على النبي. المنشآت على الارض، المنشآت دي على الارض يا استاذ محمد. السكن ده مساحته قد ايه؟ 800 متر مسطح. 800 متر مسطح كامل. مبنيين بالكامل. مبنيين بالكامل 800 متر مسطح، فيهم مخازن 80 متر، وفيهم سكن مالك 300 متر، وال 400 التانيين سكن عماله. تمام. وفيهم مسجد على مساحه 60 متر. فيهم مسجد على مساحه 60 متر. الزريبه على مساحه قد ايه؟ الزريبه على مساحه 3000 متر. زريبه 3000 متر، مباني مساكن او خدمات كامله 800 متر مبنيين بالكامل، سكن مالك سكن عمال ومخازن، ومسجد على 60 متر. كل حاجه من دول منفصله عن الثانيه. تعالى نجيب النخل هنا كده. ايوه تفاصيل النخل ده يا استاذ محمد ايه؟ 700 نخله. ثواني عصا. 700 نخله صعيدي سيوي. 700 نخله صعيدي سيوي. تمام. و150 نخله خلاص، تحت منهم فصايل لا تقل عن 70 فصيله. بسم الله ما شاء الله. والصعيد السيوي تحت منهم 600 فصيله. طيب كم فدان نخل، وكم فدان ليمون، وكم فدان مشمش، وكم فدان منجي؟ 3 فدادين مانجا. حلو. و10 مشمش. حلو. و4 ليمون. حلو. تمام. والنخل على بعضهم 4 فدادين. ايوه. غير ال700، ال4 فدادين دول خلاص. تمام. انما ال700 دول على المشايات بالكامل. المشايات 700 نخله على المشايات بالكامل. على المشايات. اعمار النخل السيوي من 8 سنين لسنه. من 8 سنين لسنه. الارض كلها منهم كميه فصائل يعني. الارض كلها متقسمه شبكات صح؟ الارض كلها شبكات بالكامل، وفي 20 فدان من ال 120 معمولين شبكات رشاشات. رشاشات تتزرع محاصيل. تتزرع محاصيل، غله، برسيم، ايا كان على الرشاشات. باقي الارض الشبكات الموجوده معموله شبكات تزرع اشجار ونخيل. وفي 20 فدان معمولين خضار. و20 فدان معمولين خضار. معمولين شبكه خضار. كمان سؤال عشان ده صاحب الحاجه يا جماعه اللي بيتكلم معانا، ده صاحب الحاجه اللي بيتكلم معايا. حضرتك انت عاوز في السعر كام؟ 75. 75 في الفدان بالظبط. بمشتمل حاجاته؟ بالمشتمل بالكامل. بالسكنات بالكامل وكل حاجه. بكل حاجه، وفيهم بركه ميه بتشيل 15000 متر ميه مكعب. سعر نهائي صح؟ نهائي ان شاء الله. 75 اللي طالبهم الاستاذ محمد في الفدان، بس شامل مكتملاته وشامل حاجته بسكناته، بسكن عماله، بالاستراحات، بالجوامع، احنا لسه هنروح عند الزريبه اللي هناك وعند المخازن اللي هناك. تمام. 75,000 للفدان وغير قابل للتفاوض. تعالى بقى نكمل ايه الحاجات اللي هناك دي. بقى عليها ممكن نقول اللي باقي. عادي مفيش مشكله، ما هو المفروض
اللي باقي على الفدان 12000 على 6 سنين. باقي للدولة من التقنين للفدان 12000 على 6 سنين. على 6 سنين، يعني الفدان السنة في 2000 جنيه بمعدل 2000 جنيه للفدان في السنة. طيب المباني دي كلها شايفينها كلها خدمات للأرض، مخازن، سكن عمال، سكن مالك، في زريبة هناك كده، الأرض عليها بير ليها لوحدها صح؟ بير ليها لوحدها. عليها ديزل. الطاقة الشمسية ما ركبتش؟ لا ما ركبش أي طاقة شمسية. تمام. لا بس أنت عامل قواعدها وحاجتها، يعني معمول هي جاهزة. جاهزة جاهز مكان الطاقة، يعني اللي الوحوش شسهات عادي يروح مركب طاقة على طول. الوحوش شسهات فقط بس. الأرض دي فين يا عصام؟ الأرض دي فين؟ الأرض ديت يا باشا في سهل البركة. أنا عارف سهل البركة دي فين؟ في الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. بس كده. عشان مش كل واحد يجي يسألني يقول لي الأرض دي فين؟ شايف المانجا من هنا يا أخي؟ شايف الحلاوة بتاعت المانجا يا أخي؟ هنروح عندها دلوقتي. شايف الدنيا؟ ده النخيل. شايف النخيل؟ ده النخيل خلاص. ماشي هنروح عنده برضه دلوقتي. طبعا مساحة 120 فدان يا جدعان كبيرة، فاحنا وجنب الحوش بتاع المواشي شجر كبير اهو، وبص مقسمة كلها ومظبطة ومروقة. بص المحبس كدية أكبر مني يعني. خش الناحية. طيب عصام ده النخيل. أيوه ده النخيل الخلاص. دول قلنا كام نخلة يا أستاذ محمد؟ 4 فدادين. 4 فدادين نخيل خلاص. بسم الله ما شاء الله. تحتيه منهم بص ادي النقايله، بص ادي واحده بس كده، نبص بقى على النقايل بس اللي تحتيهم. هوريها هظهر الكل. بص ادي نخله تحتيها بسم الله ما شاء الله، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا غلطت يا جدعان، ده في اكتر من 12 نيله تحتيها بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. واللي جنبها يعني لو عايز تزرع أستاذ أحمد عليه النعمة حتة، يعني لو عايز اصبر يا عصام، اصبر يا عصام. يعني لو عايز تزرع الارض كلها من ال4 فدادين دول نخله تزرعها. ايوه. طيب جميزه. انت عايز تعمل ايه بقى يا عصام؟ دي جميزه، حته جميز طارح، حته جميز طارح. كل جميز يا عصام. طيب تعالى بس نشوف المباني اللي هناك دي. ده اللي هو ده البير بتاع الارض. ده البير بتاع الارض، بير خاص بيها لوحديها، انفرتر اللي هو انفرتر 100. ده البير بتاع الارض ماشي. خط 4 مسار 14. وادي الانفرتر بسم الله الرحمن الرحيم. وادي انفرتر 100 حصان ماشي. مولد بركنز بسم الله ما شاء الله 220 ربنا يبارك. مكان الطاقة هذا هو. قواعد الطاقة كاملة هيت. الطاقة دهيت عاوزة اللسوسات واللوح بس. عايزة تركب بس الطاقة وتتوكل على الله تشتغل. القواعد ماشي. بتاعتها ادي المانجا. وادي المانجا ماشي. الأرض بس عايزة شوية اهتمام. ايوه. بس مش أكتر. ودي ايه يا أستاذ محمد قلنا ايه؟ الزريبة. دي الزريبة صح؟ ايوه. ديت على 3000 متر. مساحة 3000 متر. بسم الله ما شاء الله، مبنية أبوات وفيها مساحة من جوه كبيرة. كلها كده أبوات من جوه. ادي زي ما انتم شايفين كده. المانجا 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 المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزريبة بسم الله ما شاء الله. خزن خراطيم. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. ده لو عايز تعمل معلف مواشي بسم الله ما شاء الله. خدمات. ايوه عصام. معلش اي المزرعه دي صاحبها بيقول لي الاستاذ محمد يعني بيقول لي لو حد برضه عاوز منها جزء ما فيش مشاكل، يعني ياخد جزء لو عايز 20 30 60 مثلا 20 40 60 20 40. ايوه كل جزء مثلا كل مساحه يعني على بعضيها. عاوز من المزرعه ديت 20 هتلاقي، مربع. عاوز 40 هتلاقي، عاوز 60 هتلاقي، عاوز على بعضيها هتلاقيها. كلام حلو ماشي يا عم عصام. يعني صاحبها مش لازم يبيعها كلها. طيب يعني انت لازمك 20 منها ماشي، لازمك 40 ماشي، لازمك ال 60 ماشي، لو انت عاوز تبقى انت النص وصاحبها النص ماشي. الارض لها بحيره خاصه بها هناك اهيت. حوش كله حوش كده عصام. كله حوش نفس الوضع كده.
ده المساحه 3000 متر كامله مربعه مبنيه. ودي فيها خدمات، حاجه عشان لو عايز تخزن علف، تخزن حاجه جوه. اطلع من بره، اطلع من بره كده. فيها بحيره خاصه بيها. فيها بحيره وفيها مساحه ينفع تتزرع رش وتنقيط، رش بتاع محاصيل. معلش الفيديو ده هيبقى طويل شويه، بس ايه عشان نحاول نغطي المساحه اكبر قدر في التفاصيل. تمام. هذه البحيره هناك اهيت اللي عليها ايه قواعد الطاقه الشمسيه اللي هناك دهيت، وركب عليها مكنه 15 حصان. ودي المساحه اللي هي مزروعه رش، صح؟ ديت اللي بتزرع رش، بتزرع محاصيل، ينفع تزرع قمح، ينفع تزرع برسيم، الحاجات دي. وديت برضه ينفع تزرع محاصيل. دي الشبكه كامله باينه في الارض اهي. ادي اخر الارض الجزورين اللي في الداير ده، الارض ملفوفه جزورين كلها اهي. ده الجزورين ده كله نهايه الارض. تعال يا استاذ احمد. تعال بعد اذنك. مزرعه 120 فدان، حلو الكلام. فيها منجي، فيها نخيل، فيها مشمش، فيها ليمون، فيها سكن عمال، فيها جامع. 120 فدان، 60 الجنب ده و60 الجنب ده، والمدق فصلهم في النص. تمام. صاحبها بيقول اذا عاوز منهم 60 ماشي، عاوز منهم 20 ماشي، عاوز منهم 40 ماشي، عاوز 60 وتبقى انت وهو ماشي، او لو انت عاوزها كلها مع بعضيها توكل على الله شيلها مع بعضيها. يعني عاوز تشارك صاحبها وتاخد نصها ماشي، عاوز تاخدها على بعضيها توكل على الله. صاحبها مش معترض، واخد بالك، وحاجه تبارك الله تبارك الله، ما عاوزاش حكي. انت لازم تاجي وتشوف بنفسك، شوف الحلويات بنفسك. بص على النخل. يعني معناها ان صاحبها يقول لك ايه؟ يقول لك شاركني عليها، يعني معناها مش وحشه. يا عمي خليكي معايا، يعني صاحبها يقول لك شاركني عليها مش وحشه. لما يقول لك انت لو عاوز 60 منهم خد، عاوز 20 برضه خد، عاوز 40 خد، يعني معناها مش عفشه. يعني الراجل لو انت عاوز تشاركه هو موافق، عاوز تاخدها على بعضيها ومعاك انت ناس تشاركك ماشي، يعني الراجل مش معترض. تمام. شوف الحلويات وشوف النخيل وشوف الفسايل وشوف الدنيا. ربنا يبارك. تبارك الله. ادي النخيل. النخيل طارح. بلح 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 بلح. تضحك علي يا عم. تعالى بسرعه تعالي. شايف الحلويات يا باشا؟ شايف النخيل اللي طارح؟ شايف الجمال؟ ده بلح خلاص. شايف الحلويات؟ دول 4 فدادين بلح خلاص. وبسم الله ما شاء الله النخل تحتنا قايل، تزرع باقي الارض. ربنا يبارك لاصحابها وربنا يبارك لصاحب النصيب. تمام. ماشي يا عم عصام. سعر الفدان هنا كام يا عم عصام؟ 75,000 جنيه للفدان، غير قابل للتفاوض. غير قابل للتفاوض، بس عليه جميع عليه جميع المنشآت اللي في الارض دي. فيها 3000 متر زريبه مبنيه بالكامل، عليه 800 متر مبني خدمات، سكن مالك، سكن عمال ومخازن، وعليه جامع على 60 متر. الله ينور عليك. ودول 120 فدان يا استاذ احمد، بسهل بركه، الفرافره، الوادي الجديد. تشرفني وتنورني في اي وقت. تمام. يا ريت المتابعي زي ما انت تستفيد خلي غيرك يستفيد. الاعجاب ده بيوصل الحكاوي دي لاكبر عدد، فيا ريت ما تنسناش. يعني احنا بنتعب عشان انت تستفيد واحنا برضو نستفيدوا، فيا ريت ما تنسناش بالمتابعه، ما تنسناش بلايك، ما تنسانيش تفضل تعالى.